اخواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما العاده نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. واش كتعرفوا الاخوان باللي اسبانيا في عام 2023 عطات 147,500 فيزا للمغاربه، وجاو في المرتبه الثانيه من عدد التاشيرات اللي عطاتها اسبانيا من وراء الصين من طبيعه الحال. وهذا الشيء هذا بالرغم من الصعوبات الكبيره وأسطر عليها الكبيرة والكبيرة جدا في الحصول على المواعيد ديال القنصلية، خاصة في الدار البيضاء أو قنصلية إسبانيا بالدار البيضاء. هذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم. تابعوا الفيديو حتى الأخير. مرحبا بالناس اللي انضموا جداد، شكرا بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم. لايك الفيديو، البارطاج، توصل المعلومة لأكبر عدد ممكن من الناس، والاشتراك في القناة الناس اللي كيشوفونا لأول مرة. على الرغم من أن هذا الموضوع هذا واحد الموضوع حساس، هنا كنهضر على الصعوبه في المواعيد والاثمنه وداك التسمسير اللي نايض فيهم، ولكن من الواجب انه نطرقوا لهذا الموضوع. ولكن قبل خلوني نتشارك معكم الاخوان هذا الخبر اللي كيأكد على ان المغاربه هما الثانيين اللي تعطاتهم الفيزات الاسبانيه، اي ان في عدد الفيزات اللي فرقاتها ولا اللي عطاتها اسبانيا في العالم كله، المغاربه جاو هما الثانيين من وراء الصين. ولكم ان تتخيلوا عدد الطلبات اللي غيكون في الصين مع عدد الطلبات اللي غيكون في المغرب، لان عدد السكان ديال الصين هو كبير، يعني او اضعاف مضاعفه الى قارناه بعدد السكان اللي كاينين في المغرب. اي بمعنى اخر، بين قوسين نقدروا نقولوا ان اكبر عدد من التاشيرات اللي عطاتها اسبانيا راه تعطات للمغاربه بالمقارنه مع عدد السكان. وقلنا هادشي هذا بالرغم من الصعوبات اللي فيها المواعيد، اللي هي الاساس علاش بغيت ندير هذا الفيديو، على باش نهضر او باش نتكلموا على هذا الموضوع هذا ديال الصعوبات في المواعيد وخاصه في الدار البيضاء. ولكن قبل كما قلت لكم تشاركوا هذا الخبر، جاء المغاربه في الرتبه الثانيه ضمن قائمه الجنسيات التي حصلت على التاشيره الاسبانيه خلال 2023. ملي كنهضروا على التاشيره كنهضروا على جميع الانواع، سواء السياحه، الدراسه، التاشيرات الوطنيه، لا كانت بسبب يعني كونتراتوس ديال الخدمه ولا ريغروباسيون فاميليار، يعني التاشيرات الفيزات بشكل عام ديال اسبانيا. على الرغم من ان عدد التاشيرات الممنوحه للمغاربه من قبل البلد الجار تراجع بناقص 20% مقارنه بتلك الممنوحه العام السابق، اي ان هذا العام هذا بالرغم من هذا العدد ديال 147,500 فيزا اللي تعطات للمغاربه، هذا اقل من السنه اللي فاتت ب 20%، ولكن لان اسبانيا نقصات من العدد ديال الفيزات بشكل عام في العالم كله. وحسب بيانات تقرير نشره المرصد الدائم للهجره التابع لوزاره الضمان الاجتماعي والهجره الإسبانية، فإن الصين تصدرت قائمة البلدان التي حصلت على التأشيرة الإسبانية، إذ حصل الصينيون على 168,301 تأشيرة خلال سنة 2023، وفيما حصل المغاربة على 147,555 تأشيرة، والهنود في الرتبة الثالثة ب90,119 فيزا. وأصدرت إسبانيا 1,63,091 تأشيرة في عام 2023، أي أقل بنسبة 5% من سنة 2022، وانخفاضا بنحو 7.4% مقارنة بعام 2019 الذي سبق الوباء. باقي يعني المقتطف أو لا باقي الاجزاء ديال الخبر كتكلم يعني على الجزئيات، شحال تعطى التاشيرات الوطنيه، شحال تعطى كذا التاشيرات ديال الدراسه وكذا، وهذا ما كيهمناش. هنا الخلاصه ديال هذا الخبر اللي قريناه هو ان المغاربه او اكبر عدد ديال التاشيرات اللي تعطات اسبانيا، لولا اللي عطاتها اسبانيا تعطات للمغاربه. هنا كنهضروا على الفيزات ديال السياحه، ديال الدراسه، ديال يعني الزياره ديال الاحباب، الناس اللي كيديروا الرايغو فاميليار، او الناس اللي عندهم الجنسيه الاسبانيه وكيجيبوا حبابهم المغاربه، جميع الانواع. علاش قلت هي الاولى؟ لان واخا في الخبر كيقولوا هي الثانيه، لان كما قلت لكم الاولى هي الصين، والصين واحد العدد كبير ديال السكان، يعني باش تعطى 168 الف المليار و700 مليون ديال الناس، ماشي هي تعطى 147 الف ولا 148 الف الاقل من 40 مليون نسمه. يعني هذا الشيء علاش قلت هي الاولى. ولكن هذا الشيء هذا كله بالرغم من الصعوبات اللي كيعرفها او اللي كتعرفها الاجراءات باش تاخذ الفيزا الاسبانيه في المغرب. وهذا هو الجزء الرئيسي، او هذا هو الدافع الرئيسي اللي خلاني ندير هذا الفيديو، باش نهضر على هذا الموضوع هذا ديال هذه الاجراءات باش تحصل على الفيزا الاسبانيه في المغرب، وبالخصوص الموعد.
الموعد ديال القنصليه في المغرب، وغادي نهضر بالدرجه الاولى على القنصليه ديال الدار البيضاء، شبه مستحيل. ويعني وكنقولها واعي ما اقول، شبه مستحيل، لانه انا ولد واحد المنطقه اللي تابعه لهذيك القنصليه، وكنعرف ناس بزاف اللي تخبطوا في مشاكل كثيره في الحصول على الموعد في هذيك القنصليه. الرباط شي شويه، بالنسبه لطنجه، تطوان، الناظور، اكادير، القنصليات الاخرين كلهم فيهم يعني الرحمه ومزيانين. انا دابا غنعطيكم مقارنه في بعض الارقام غتخليكم مصدومين، صدقوني الاخوان. لان الحصول على موعد التجمع العائلي في قنصليه الدار البيضاء، المعدل ديال الثمن باش تحصل على موعد 10000 درهم للباسبور. تخيلوا معايا، مليون سنتيم باش تحصل على موعد في قنصليه الدار البيضاء، القنصليه الاسبانيه بالدار البيضاء. مليون ديال السنتيم خصك تخلصوا على كل جواز سفر باش تحصل على موعد الا كنتي داير تجمع عائلي لوليداتك والزوجه ديالك. بمعنى اخر، عائله الا فيها 3 الوليدات والمراه خصهم 4 المليون ديال السنتيم باش يحصلوا على موعد او على مواعيد كذا. واخا حاولوا بين قوسين انهم يحسنوا شويه الخدمات، ان خص المعني بالامر اللي ياخذ هذوك المواعيد، ولكن لسبب من الاسباب، واعتقد باعتقادي الشخصي انه بفعل فاعل، مستحيل تحصل على الموعد بوحدك. مستحيل تحصل على الموعد بوحدك. كتسنى 4 شهور و5 شهور و6 شهور الا راك داير تجمع عائلي باش تقدر تحصل على موعد. واضعف ما يمكن تخلص هو واحد 7000 درهم لكل جواز سفر، لكل باسبور. اذا كنهضروا على واحد يعني على واحد المشكل كارثي. هنا من نهار اللي دخل او لا ولا ما يسمى بالبي ال اس، ولا المكتب المكلف بهذه الشهاده ديال المواعيد، بصراحه ما بقيناش، او الناس ما بقاوش عرفوا واش المشكل جاي من القنصليه لان عدد المواعيد قليل، او لا جاي من ديك الطريق اللي كيدوزوا منها هاد المواعيد، اللي فيها بزاف ديال الوسطاء وبزاف ديال السمساره وبزاف كذا، وكيبغيو يتمعشوا منهم، وكيخليو ان الضحيه اللي كيأدي الثمن ديال هذا الشيء هو المعني بالامر. بالنسبه يعني للتاشيرات ديال العمل، او لا الا كانت عندك كونطراتو ديال الخدمه، 7000 8000 درهم للموعد، 9000 درهم، 10000 درهم، عادي جدا يتواو معاك بهذا الشكل هذا، والا ما كاين. وهذا الشيء هذا الكارثي في الامر هو ان مسكوت عنه. دابا تكلمنا، هذه جريده اللي نقلت لكم الخبر، هي جريده وطنيه مغربيه نقلت لكم منها هذا الخبر، ومع الاسف الشديد ما هضراتش على الصعوبه ديال المواعيد، ما تكلماتش على الصعوبه ديال المواعيد في قنصليه الدار البيضاء. كنسطر على الدار البيضاء لان قلت لكم الرباط، تطوان، طنجه، الناظور، اكادير فيهم الرحمه. واخا تقدر تخلص مثلا 800 درهم، 200 درهم، 1000 درهم كاع ماشي مشكل باش تحصل على الموعد في القنصليه، باش تحصل على الموعد فقط. صباح في الدار البيضاء يعني صباح هاجس. خصك راس مال باش تاخذ موعد، ولا ما غتقدرش تجيبها كذا. وهاد الفئه هذه ولا هاد الناس هادو اللي متضررين، لان الدار البيضاء شاده واحد الحي الجغرافي كبير، يعني شاده يعني النواحي ديال بني ملال، خريبكا، الفقيه بن صالح، وهاد المناطق الشاسعه الناس متضرره ومفرقه باش تجمع باش تطالب بحقها باش كذا، وما كاينش اللي كيهضر عليهم. نادرا كتشوف شي فيديو هكا ولا شي حاجه اللي تقدر تهضر على هذا الموضوع. هذا واحد الاشكال اللي بكل صراحه انا عيت ما نفكر باش نشوف ليه شي تبرير، لان المشكل مستمر تقريبا 6 سنوات دابا، وباقي نفس الشيء، يغيروا في الصيغ وباقي نفس المشكل. موعد في قنصليه الدار البيضاء كيساوي ما بين 7000 و 10000 درهم، كيساوي ما بين 700,000 فرنك ومليون ديال الفرنك. ما عندها سينتيدو. كانوا دعوات عند ديفينسور ديال بويبلو كان، ولكن القنصليه من جهتها كتحاول دير ديك الصيغه السهله اللي ها هي،
وكتخلي المواجهه ما بين الناس اللي متضررين مع البي ال اس. وكما قلت لكم في اعتقادي الشخصي هذا من فعل فاعل، لان كاين تما تسمسير وكاين بيع وشراء، وغير مستبعد انه يكون من جهات اللي لداخل تما، غير مستبعد، لان ما عندوش منطق. كما قلت لكم ما كاينش حتى اللي كيهضر على الموضوع. كتلقى يعني الجرائد الرسميه كتجيب لك هي جابت لنا احصائيات، هي هضرات على الموضوع، على التاشيرات، على كذا، ولكن باش توصل باش تدفع الطلب ديال التاشيره منين غدوز وسطر الدار البيضاء. نتمنى انه يتلقى حل في اقرب وقت ممكن. نتمنى ان، وهذه نصيحه بنعطيها الناس اللي تضرروا من هذا الشيء هذا وكان عندكم الامكانيات، ما تبخلوش بانكم يعني تحركوا، ولو يستدعى الامر تحركوا قضائيا باش ينزل شويه ديال الضغط على هاد الناس، ينعلوا الشيطان ويتقوا الله في عباد الله. تبقوا على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.